10 مخلوقات غريبة لم تكن تعرف بوجودها. مهما كان مقدار حبك للحيوانات، ستجد فصائل كثيرة مختلفة من المستحيل معرفتها جميعا، بل أن بعضهم يصعب إيجاده بسهولة. فلنجعل قناتنا تقوم بعملية الاكتشاف بدلا منك. اليوم سنعرض لك أكثر 10 مخلوقات غريبة لم تكن تعرف بوجودها. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذار. أولا، ثعبان بذيل يشبه العنكب. العنكب والثعبان من المخلوقات التي تفزع الكثيرين، فماذا عن دمج الاثنين في مخلوق واحد عملاق؟ تخيل أن تكون سائرا لتعثر على عنكبوت ضخم للغاية وكبير، وستلاحظ مدى بشاعة هذا الكائن لوجود ذيل يشبه العنكب، وهو ذيل سام للغاية. لقد تم اكتشاف هذا النوع منذ عقد من الزمان في غرب إيران. ذيله يشبه العنكب، يستخدم ذيله لقتل الطيور ثم التغذي عليهم. هو كابوس، ولحسن الحظ غير شائع الوجود. ثانيا، العقاب المخادع. هناك أنواع عديدة من الصقور، بداية من الصقر الأمريكي إلى الصقر الذهبي الرائع الجمال، ولكن الصقر الذي ربما لم تسمع عنه هو ما يسمى العقاب المخادع. اسمه مشتق من كائنات أسطورية كان لديها جسم صقر ورأس سيدة، ومعناها يرمز لكلمة غير مناسبة تخدش الحياء. هو من أقوى وأكبر الصقور في أمريكا، ويمكن العثور عليه في المكسيك وأمريكا الوسطى وجنوب أمريكا. طول مخلبه 5 بوصات، وهو أطول من مخلب الدب الجريزلي. المسافة بين جناحيه قد تصل إلى 6.5 قدم. مظهرهم رائع لوجود الريش الخلاب على رأسه، ولكنهم صيادين قاتلين. الأنثى حجمها ضعف حجم الذكر، وتتغذى على حيوان الكسلان والقردة. ثالثا، آلة من الحيوانات التي ستستغرق وقتا لاكتشاف هل هي بشعة أم جميلة. نحن نخبرك أنهم رائعين. بذيولهم ذو الفراء، الذيل أطول من حجمهم، عيونهم كبيرة، أذنهم كبيرة حساسة. هم مشهورين نوعا ما، على الرغم من أنهم يعيشون فقط في الغابات المطيرة، ولا يخرجون من مساكنهم وهي الأشجار إلا في أضيق الحدود. ومن الجدير بالذكر أنهم من الثدييات، ولكنهم لديهم سمعة سيئة في موطنهم مدغشقر، حيث أن هناك أقوال شائعة أنهم يجلبون الحظ السيء، لذلك يقتلهم الكثيرون فور رؤيتهم. أصابعهم طويلة ورفيعة جدا، ويستخدمونها لإخراج الحشرات من الشقوق. رابعا، العنكبوت منسج الحرير. الاسم يعطيك إحساسا أننا نتحدث عن تنين، وهي في الواقع شكلها غريب بعض الشيء. تسمى أيضا البنانا سبايدر أو جاينت وود سبايدر. ألوانها مختلفة، قد تكون أحمر، أصفر، أخضر، أبيض. أرجلهم مصممة خصيصا للقيام بعملية النسج. ألوانها أداة تمويهية رائعة ضد المعتدين. طول الأنثى 2 بوصة دون حساب الأرجل. مهاراتها رائعة في النسج، وشباكهم خلابة بلونها الذهبي اللامع، ويقال إن هذا اللون يجذب النحل في المناطق المشمسة، ويساعد في التمويه في مناطق الظل. شباكها قد تمثل مصدر أذى للحيوانات الصغيرة. يعمل العلماء على استخدام شباكها لأغراض طبية، ومنها إعادة نمو الأعصاب. خامسا، المدرع الوردي ذو الفراء. إذ لم تكن ترتدي نظارتك، فإن المدرع الوردي ذو الفراء يشبه قطعة سمك السوشي. هم من أصغر المدرعات، طوله 6 بوصات، جلده لونه وردي، ويوجد فيه فراء أبيض. شكله رائع على الرغم من وجود مخالب، إلا أنه يستخدمها في الحفر والبحث عن الحشرات. هم حفارين ممتازين، ويتمكنون من التحرك في المناطق الرملية بكل سهولة. موطنهم الأرجنتين. هذا الكائن ليلي، وينام في الحفر تحت الأرض أثناء النهار. يعيشون حياة فردية. الأنثى تلد حيوانا واحدا في المرة الواحدة. سادسا، الذئب ذو العرف.
عندما تراه ستعتقد أنه من عائلة الثعالب أو الذئاب بناء على اسمه، ولكن في الواقع هو نوع خاص من الحيوانات، طوله 3 أقدام ووزنه 50 باوند، وهو آكل للحوم والنباتات. جسمه متوازن لتناوله كلا من اللحوم والنباتات. سيقانه الطويلة تساعده على المشي بين الأعشاب الطويلة والقفز فوق الفريسة. يمكن أن تجدهم في وسط وجنوب شرق أمريكا. لهم رائحة بولية مميزة. 7. أخطبوط ذو مؤخرة المستديرة. إذا كنت من محبي أفلام الكرتون فأنت على الأرجح رأيت هذا الكائن من دون أن تعرف ماهيته في فيلم Finding Fish. يوجد أخطبوط صديق لنيمو اسمه بيرل. هو ليس أخطبوط عادي، بل هو ذو مؤخرة مستديرة، نادر المشاهدة، ويعيش في أعماق المحيط، شبيه بأخطبوط دامبو الخلاب. ألوانه تتراوح بين الوردي والأحمر، ولديه زعانف على رأسه. هذا الكائن رائع، حتى إن اسمه العلمي هو Opisthotheus adorables، أي ما يعني Opisthotheus الرائع. العلماء يدرسونه، ولكن للأسف يصعب الحصول عليهم، ليس لأنهم نادرين، ولكن لأنهم شديدي الرقة. يتمنى العلماء أن يعرفون المزيد عنهم في المستقبل. 8. باتاغونيا مارا. هو شيء شكله بين الرنة والأرنب، وهو من القوارض، يوجد في الأرجنتين. حوافره عبارة عن مخالب تستخدم في الحفر. أرجلهم الخلفية أطول من الأمامية، وهو ما يجعلهم سريعي الحركة. ليس فقط شكلهم غير اعتيادي، ولكن أيضا تصرفاتهم مختلفة عن القوارض الأخرى. هم نشيطين طوال اليوم ويستمتعون بالجلوس في الشمس. يتزوج الذكر من زوجة واحدة. يعيشون بالقرب من بعضهم في موسم التزاوج. الأنثى لها رائحة مميزة يستطيع زوجها تمييزها بها، وهي تميز الذكور من رائحتهم أيضا. يحمي الذكور الصغار والمسكن من الأعداء. 9. دولفين إيروادي. نوع من الدلافين غاية في الندرة. يمكن العثور عليهم في سواحل جنوب شرق آسيا. يعيش في الماء العذب والمالح. يسهل تمييزهم من رأسهم المنتفخة. يبدو كأنهم مبتسمين بسبب زاوية فمهم المرتفعة، على عكس أنواع الدلافين كلهم. هم خجلون ولا يفضلون الاقتراب من البشر. يعشقون بصق المياه من فمهم، وهو ما يعتقد العلماء أنه من وسائل الصيد لديهم، أو ربما يتجنبون أن يقترب منهم البشر بهذه الطريقة. 10. وأخيرا قرد ليمور الطائر. يسمى بالماليان فلاينج ليمور أو ماليان كالنوغا. أولا، هو لا يطير وليس قردا من الأساس، وعلى الرغم من وجود 3 أسماء له، إلا أنه لا يوجد فيهم اسم دقيق. هذا الكائن من تايلاندا وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. طوله قدم واحد. هو لا يطير، ولأنه ماهر في التزلق يمكنه التزلق مسافة 300 قدم. يستخدمون كجزء من جلدهم، يبدو كالشراع عند فرده للتزلج من شجرة لشجرة. وعلى الرغم من قدرتهم على التسلق والتزلق، إلا أنهم يصبحون عاجزين عند وجودهم على الأرض. يتغذون أساسا على الأوراق، ومن وقت لآخر يأكلون الفواكه والزهور. حسنا، أي من هذه الكائنات ستفضل أن تمتلكه كحيوان أليف؟ أخبرونا بذلك في التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو، ونراكم في المرة القادمة.